الحمد لله وصلنا 1000 سبسكرايبر. كنا ناسيين عقبال ال 10000 مشترك. اهلا بيكم من على الكنبه. عرفتوا الفيلم ايه؟ العته اللي احنا عملناه يعني ما علينا يعني، بس الفيلم جامد قوي يا جماعه اللي ما شافوش. بس كده. بس اهلا بيكم من على الكنبه بجد. فيديو جديد، حاجه نادره ما بتحصل. خش فيلم عربي بدري ونعمل له حلقه عشان بدري. لا نعمل له حلقه بدري كمان. بكمل كلامك ان شاء الله كمان تنزل بدري ويطلع فيلم حلو سبحان الله. ويطلع فيلم حلو. بس احنا برضه يا جماعه بننشن، يعني احنا عارفين الفيلم اللي يستاهل، فعشان كده فيلم فوي 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 اللي ما شافوش يشوفوا. هنتكلم بدون حرق قبل ما نخش في الحرق ونقول لكم ايه الدنيا ماشي. اختصارا كده ايه القصه يا مندو؟ هو بيبقى واحد، هو بيبقى نصاب من الاول. لا هو بص، هو واحد غلبان نفسه حلمه ان هو يهج بره البلد، يطلع بره يسافر في الظروف الصعبه اللي البلد كانت فيها. بس فبيلاقي انه فرقه المكفوفين بتاع كره القدم هتطلع تلعب كاس العالم بره، فبيحاول يخش يعمل فيها اعمى ويخش معاهم الفريق يعني عشان يعرف يهرب بره البلد. بالظبط، بيحاول ان هو يهرب خلال فريق الكوره ده ويعمل نفسه اعمى، ونشوف بقى ايه اللي هيحصل وهيعمل كده ازاي. بص مبدئيا انا الفيلم بصراحه فاجئني، يعني احنا كنت متوقع ان هو يبقى حاجه مختلفه. بالظبط. قصته اصلا من البدايه كده قصه ديكو سمعتوها، فهي قصه جديده بالظبط. حسيت ان هو لا ده ممكن يطلع منه حاجه فعلا، مش حاجه من الحاجات اللي هي السينما هنا بقى كوميرشال فشخ، اللي هو احنا بنعمل عشان ناخد ايرادات ونعمل ومش عارف ايه. مفيش فكره معينه بيعملوها، كل الافلام بقت شبه بعض قوي. دي كانت حاجه مختلفه، وده اللي كان مخليني متفائل. كان مخليني متفائل بالفيلم يعني. وبصراحه انا لما دخلت الفيلم لا اتفاجئت، يعني ما كنتش حاطط اكسبكتيشنز عاليه طبعا عشان يعني اللي اتلسع من الشوربه بالظبط. بس انبسطت، انا طلعت من الفيلم مبسوط. دي حقيقه، طلع مبسوط ومبسوط مش عشان الفيلم حلو بس، مبسوط لان انت بقالك كتير ما شفتش حاجه مختلفه، ونفسك ان الدنيا تبقى كده على طول. نفسك تشوف حاجه مختلفه وممثلين جامدين وكوميديا متوظفه صح، مش اي قلش وضحك متعودين عليه، والجو بقى اللي هو انا هضحكك عشان مثلا الشخص غبي، فضحك الغباء ده بقى خلاص يعني اتهرسنا منه. يعني مثلا حد مثلا زي بيومي فؤاد اللي هو اوريدي عامل افلام بنت كتير فشخ يعني تتوقف كده وخلاص، من كتر ما هو بقى يطلع وحش الناس زهقت منه. فاقدر اقول ان هو لا، الدور ده فكرني ببيومي فؤاد 2018. فكرك ببيومي فؤاد. خلي بالك بيومي فؤاد كمان كان جت عليه فتره، هو بقى انت بتخش الفيلم بيومي فؤاد بيمثل بيومي فؤاد بالظبط، اللي هو بقى هو البيرسونا بتاعته دي بيمثلها في كل حاجه، زي الممثلين اللي بتخش مثلا غسان مطر، هو داخل هو ممثل ايه دوره في الفيلم غسان مطر، ذا روك، كيفن هارت، الناس دي اللي هي هو بيخش انا شخصيتي كده، حتى لو الشخصيه دي ايا كانت ايه انا هلعبها بالستايل بتاعي وخلاص. وحتى لو مش كده، حتى لو شخصيته، بس هو حتى ما بيضحكش، عارف، لو شخصيته بيضحك لا هو نفس الاسلوب يعني. حتى ما مش مثلا اقول لك الافلام الهابطه اللي هو بيعملها عشان السعوديه والكلام ده، لكن حتى الافلام اللي بيطلع فيها مع النجوم فهو ما بيضيفش حاجه، ونفس الحاجات اللي بيعملها هي والكتابه رديئه وكل الكلام ده. فاللي فارق في الفيلم ده ان الكتابه حلوه، عامل مزج ما بين الدراما والكوميديا. الفيلم مش كوميدي بحت، فيلم متصنف درامودي تقريبا، فاللي هو دراما وكوميدي والاثنين على خط واحد كده، اللي هو انت في مشهد هيخليك متاثر فشخ، المشهد اللي بعديه يضحكك على طول. بالظبط، فمفيش تفاهم، انت هتاخد من ده وهتاخد من ده، والاثنين معمولين حلو فشخ. ودي براعه بقى عمر هلال، لانه الصراحه عامل الميكس ده حلو قوي ومختار الممثلين بطريقه جامده. فراج مش محتاج نتكلم عليه يا جماعه، فراج كده كده توب كلاس، بيختار حاجاته وبيعمل حاجات جامده، وممثل كده كده فشيخ. حنان يوسف اللي لسه بنتكلم عليها في السفاح، جايه بنفس الجلابيه بتاعتها بس عامله دور مختلف تماما، ودور ام برضو وليه ابعاد حلوه قوي. سواء بس بقى المره دي مش الشريره دور الحمد لله كويسه. طه دسوقي عامل دور حلو قوي بسيط، بس يعني كل ما يتكلم بيعمل حاجه. صاحبهم الثالث اسمه تقريبا محمد الحجار حاجه كده، انا هكتبها تاني احتياطي يعني مش متاكدين من اسمه، بس يا جماعه الواد ده اكتشاف يعني. انا وشه معروف عليا تقريبا، طلع في حاجه بس حاجات هتلاقيها من اي كلام دي، بس في الفيلم ده لا يا جماعه، هو كل افيه بيقوله بيبقى جامد قوي وفي مكانه مظبوط وبيرميه صح بالظبط، يعني بيتفرش له ويرميه صح، ومش
حاجه مثلا سخيفه ولا حاجه متكرره، لا بتبقى مظبوطه وبتضحك. يعني هو الصراحه كان واخد مساحته اكتر من طه دسوقي في الفيلم ده، فكان بيضحكني قوي الصراحه. تقريبا اكتر واحد ضحكني، بس هم كلهم بيقولوا حاجه بتضحك، يعني كل واحد ليه مساحته في الضحك وفي الدراما كده. هو الفيلم عموما كفيلم انا اتبسطت منه جدا. هو فيه بس شويه حاجات قليله كسلبيات او كده، او الحتت الضعيفه فيه هنتكلم عليها اكتر في الحرق بصراحه. بس هو الفيلم كتوتال فيلم لذيذ، فيلم انا اتبسطت منه وعجبني. انا كان بقالي كتير قوي ما اتبسطتش من فيلم مصري او فيلم عربي عموما، دي حاجه كويسه يعني. وانصح بصراحه ان انتوا تروحوا تتفرجوا عليه كده وتدوا له فرصه. بالظبط، رساله للشباب اللي زينا اللي ما بيخشوش عربي خالص، يا جماعه الفيلم ده هيعجبكم بجد، لان هو يعني الضحك فيه حتى مش قديم مش مبتذل، وهيعجب الكوميديا فيه اذكى من كده شويه، ودي حاجه احترمتها جدا كمان. لان هو فكرته روشه وتحسها معاصره كده، تحس ان تتفرج على فيلم مغمور كده على نتفليكس ولا مش عارف على يعني منصه اجنبيه، فاهم؟ القصه بتاعته من كتر ما هي فاهم روشه كده، والعوامل فيه جامده، والسينماتوجرافي عمر الهلال صراحه جامد قوي. فلا روحوا شوفوه وهتتبسطوا وبس. وبعد ما تشوفوه بقى تعالوا كملوا الحلقه. بالظبط كده، هنستناكوا عادي مش نروح حته. بالظبط، ادينا موجودين. يلا نخش في الحلقه على طول. تبدا بايه؟ ممكن ابدا بالسلبيه اللي شايفها في الفيلم على طول. كاركتر نيلي كريم. انا بقى نيلي كريم دي خضتني فشخ المشهد بتاعها. ما اعرفش كنت ناوي تعمل ايه بالظبط. لا انا لقيتها بتمسك ايدي وتحطها كده، انت عايزاها وليه تستغلي الوقت مش شايفه. هي كان موضوع مريب فشخ. انا جمعت بعد كده ان هي حاسه انا بقى ان هي معجبه بيه فعايزه توري ملامحها وكده، بس انا حسيت ان في اتجاه تاني مع الفيلم فيه حتت كده اللي هو تحس ايوه لو انتوا رايحين فين عادي ممكن تشك في الموضوع، ممكن تقول ده كان شكلها عايزه حاجه فاهم. لا هو بصراحه انا حسيتها اضعف ركن في اركان الفيلم. انا ما قلتش ان هي ضايقتني، يعني هي كانت فكره ان هم لازم نحشر قصه حب. انا ما حسيتش ان هي كانت محتاجه، وما شفتش ايه السبب ان هي معجبه بيه قوي. يعني ما اجبركش، انا ما كنتش حاسس اصلا انها تقلب كده، انا اتفاجئت ان هي قلبت كده. وبعدين على طول خلاص مثلا مش حاجه كليشيه بقى وكملوا مع بعض، لا او عادي كل واحد راح في حته. لا يعني بس حسيت ان هي عادي يعني كانت ممكن ما تتحطش في الفيلم وما كانتش هتفرق ممكن. بس عارف انت اللي هو هو كان عايز يحط لك صراع برضو في النص اللي هو يعني حاجه تخليه ممكن يتمسك ان هو يقعد، لان انت في ثانيه اكيد شكيت اللي هو ايه ده هيقعد في الاخر ولا ايه. بس حسيتها برضو يعني هي بلوت ديفايس اكتر من ان هي كاركتر. هي كده حاجه موجوده بس عشان تبين لنا حته في شخصيه محمد فراج. يعني انا قلت ممكن هيبقى دورها اكبر من كده، تبقى هي اللي بتكشفهم هي عشان هي الصحفيه ومش عارف ايه، فهو التنشنه هتبقى جايه من ناحيتها. بس لقيت لا يعني هي الفكره ان هي دورها مش كبير، وهي دورها مش مؤثر في القصه، بس مؤثر عليه هو يعني مؤثر اللي هو فاهم يجيب لك ابعاد شخصيته وبتاعه، وشويه الجانب الرومانسي من ناحيه شخصيته اللي هو فكر ان هو يقعد عشانها، وبعدين لا تعالي معايا وبتاع، وبعدين خلاص هنموف اون لقصتنا فاهم. يعني هي حاجه في نص الرحله كده، يعني مش هتعيق القصه ولا هتاثر عليها بالسلب. انا شايف ان هي قشطه حاجه لذيذه في النص كده عشان تجيب لك ان في حد بيشايف النادي ده من بره كصحفيه وبتاع. حوار اللي هم يبقى فيه رومانسيه ما بينهم ما كانتش فارقه قوي يعني. وحتى حته الرومانسيه دي هم بس مشهدين بس، يعني بحاول افتكر دلوقتي لما كانت بس هي كلمها وتقابلوا، هي كانت الحته دي بس ايوه عشان كده انا ما اقتنعتش فاهم. هي دي الفكره. ما اعتقد ان هم ما كانش غرض ان هو يحسسك بالمشاعر، لان هي ما لحقتش تتبني. هم خرجوا كام مره وخلاص في تعاطف، هي برضه هتلاقي اكيد في كان من ناحيته عشان هو ما بيشوفش وكده فتعاطفت معاه. فكل الحاجات دي بس اللي هو فاهم حاجه في النص كده تملي القصه، مش اللي هي محطوطه وخلاص. برضه ما اقدرش اقول ان هي محشوره، بس قشطه كانت بتساعد القصه تموف فورورد بس مش بتعطلها فاهم. ماشي فما اتضايقتش قوي بس قشطه. يعني انا كان بالنسبه لي هو الجزء الاول اللي في الفيلم ممكن هو اقل جزء فيهم، اللي هو قبل ما يروح اللي هو قبل ما يروح للفرقه ويكتشف وكده. كنت لسه بنى شخصيات يا بنى مش بقول لك ان هو ملوش لازمه. عجبني لاين بنى شخصيه بيومي فؤاد كانت حلوه قوي. انا عجبني الكاركتر كله، تركيبه الكاركتر، كتابه الكاركتر، وحتى تمثيل بيومي فؤاد. ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، ان هو بيمثل كاركتر. هو الكاركتر مش هو مش طالع بيومي فؤاد وخلاص. ده يا ساتر يا بني ادم لما قال افيه سخيف او افيه او ابوي كان بيضحك او اللي هو في السياق فضحكت فاهم. بس اللي هو عادي ممكن تطلع منه في اي فيلم تاني وتبقى فحتى هنا هو حاططها لك مظبوطه، واجواء اللي هو الكاركتر قد ايه هو عامله مظبوط، فانت تقبلت منه الافيه ده. غير ان احنا ممكن نتكلم على عمر هلال اللي هو بجد عمل المشروع حلو قوي، عمل صوره حلوه بالوانها، اداك كده طابع
الطابع الاجنبي اللي احنا بنشوفه كل فين وفين في الافلام المصريه، اللي هو تحس ان هو مع الفكره المختلفه اللي تحسسك ان انت بتتفرج على حاجه زي ما بقول كنت قلت على منصات وكده، او اللي هو حسيته برضه حاجه فيلم عارف مهرجانات شويه، مهرجانات بالظبط. حتى بالبوستر بتاعه هو تحسه فيلم مهرجانات كده انا حاسس ان هو معمول اصلا عشان كده، عشان هو ليه فشخ، هو مصروف عليه ومع يعني متعوب فيه، باين ان هو متعوب فيه. دي حاجه كويسه جدا يعني، وده اللي بالنسبه لي بيفرق عن الافلام الكوميرشال يعني تجاريه. شكرا. مش فيلم تجاري يعني، فيلم لا، او فيلم معمول عشان حاجه، فدي حاجه كويسه. قصه مختلفه وقصه حقيقيه. وانا استغربت ان كنت فاكر ان هو واحد بس، طلع فعلا المجموعه كلها هربوا صح. لا يعني قصه حلوه يا جماعه والله، مختلفه. وانت بتتفرج هو بيروح النادي وبيعاملوه ويجيب لك قد ايه بقى الاختلاف، وهو عشان اول ما قلب ما بيشوفش تعاطف ما بين الناس في الشارع وما بين الكابتن وتعالى واللي في الاتوبيس وكل الكلام ده، وراك كل الجوانب دي. فلا يعني قصه حلوه مكتوبه حلو، والحوارات جميله برضه. حجاج عبد العظيم الاضافه دي برضه حلوه، الراجل مريب فشخ، ولاي على صاحب مطعم كباب، فاهم؟ ايوه، وعامل فيها بقى الشيخ ومش عارف لما الواد اللي هو هوريك ده اخر مره، وبعدين هو يقعد يفعص. ايوه يا راجل العيب اللي انت ايه القرف ده. هو حرفيا لاقي فشخ على الشخصيه يعني، حتى يخليك ما تتعاطفش معاه لما لا تتعاطف معاه انت من الاول وعارف ان هو راجل بالظبط يعني. اللي هو من صحاب المحلات اللي هو بيبقى هيئته مقلبص كده ولابس انسيال حديد وسلسله وعرق مدهن كده اكنه شغال في طرب فواخد تلاقي عليه كده، فاهم؟ وحتى الافيه لما قال له في كفته صبح لك دي فشختني، اللي هو من كتر ما هو كان قاعد بيزن في التليفون وعايز يعمل اوردر. فلا يعني حتى الشخصيه دي كانت جامده. اللقطه بقول لك برده لما راحوا يقلبوه كان في حراميه الحراميه اللي هو بيبص لبعض، بيبص للراجل انتوا مين لقطه جامده فشخ، عباسيه فشخ. لا عباسيه فشخ، عجبني عباسيه. طلع المسدس وبعدين هم لا ده ضرب طلقتين وبعدين نزلوا قعدوا يدوروا. حجاج العظيم اللي دخل وجاب بتاعه الحريقه ده وقعد يرش عليهم، راحوا نازلين ضرب. انا كنت مستني حجاج عبد العظيم يضرب الاثنين ويجري، كان فشخني ضحك اكتر. بس هو لا فكره صراحه. حتى شخصيه طه دسوقي اللي هو مش اكتر واحد كان بيرمي افيهات في الفيلم، بس كان انا حسيته فيه بعد درامي اكتر لما شاف صاحبته اللي كانت في الشقه وبتاع. حتى بص مركز مع كل كاركتر، عامل له هو ده اللي انا بتكلمه بنى يعني. هو طه دسوقي الوحيد اللي كان تحسه راضي بالدنيا ومش عارف ايه، اللي هو جايب لك شخص راضي. اللي هو قلبها لما بعد ما اكتشف الحوار فبدا بقى وخلاص كتابه. حتى بعدها كان لسه راضي لحد ما لقى فرصه ان هو لقى فرصه خلاص، ما يعني هلاقي فرصه قدامي. قال لك انا معايا نصحى عايزين نهرب الراجل الضلالي ده. ده الراجل ده يا جماعه ما بزهقش منه في اي دور. راجل ضلالي حرامي اللي هو كان اسمه سامح في 100 وش وكان طالع في بتاع منى زكي جمبري مزارع. الراجل ده جامد، بيعرف يبقى راجل مش سالك وراجل فاهم حرنجي ونصاب. قال لك ما تنجز فاهم 50,000 انت فاكر ان انت الوحيد؟ انا دي لا اللي هو يا ابني جامده فشخ. الاولانيه انت عايز تبقى زي مش عارف مين ولا مش عارف مين، وبيطلع ويطلع الفكره ان انا كنت عايز اقول يا جماعه المكياج بتاع العينين ده جامد قوي وبتاع، وبعدين لقيته بيطلع عدسه يحطها. الفكره ان هو في اول الفيلم انا لقيته بقى الدكتور وبيتكلم بالراحه ومش عارف ايه حاضر اللي هو ايه ده، هو شكله هيعملها ولا ايه، هيبقى دور كويس، هيبقى دور راجل محترم تطمن له خلاص. لا انا فاجئني قلت ده قفش والدنيا هتبوظ بقى. قال لك لا ده انت مش الوحيد، فاهم؟ لا ايه ده، هو بيومي فؤاد بقى يعني اللي هو كان فاكر ان هو متسطر على واحد. بيومي فؤاد بس يا ولاد كلهم لا كانت في تلقائيه في التمثيل، هم لابسين الشخصيات وفي تلقائيه كده تحس ان هو لا يعني كله طالع من جوه الشخصيه بجد، مفيش حاجه مغصوبه على الشخصيه او عليك انك تضحك او تتاثر. يعني المشهد الدرامي اللي فاجئني قوي برضو بتاع امه اللي سرق، لقيتها جت مضروبه، قلت ايه ده، انا بتفرج على ايه، احنا ايه اللي دخلنا بالظبط، هو ايه اللي بيحصل؟ انا حسيت ان انا شفت فيلم تاني، انا ايه اللي شغل فيلم الفرح، فاهم؟ فاتفاجئت والله. بعدين لقيت دي سرقت عشان تحاول تقعده، قد ايه متمسكه بيه وعايزاه يقعد. فلا يعني برضو قد ايه في دراما وفي قصه، لا العلاقه ما بين امه وهو عشان تقعد ويبقى معاها، مش عايزه تفضل لوحدها والكلام ده. بعدين تقول له خلاص سافر شوف حياتك واعمل اللي انا ما عملتوش، وان هي قد ايه مكبوته في الشقه دي وما خرجتش. فلا يعني الشخصيات بجد حلوه جدا، والتويستات رجلي اللي عمل في الاخر الكشف. لا انا بجد ما توقعتهاش. انا تعاطفت معاه فشخ. ايوه انا قلت يعني قلت هو الغلبان وحته بتاعت الطبق و12 مش عارف ايه و6 مش عارف يوم فؤاد لما عملها 12 6 قطران منك لله. لا كانت جامده فشخ يا جدعان
والله انا بقالي كتير ما ضحكتش على بيومي فؤاد كده. فهو خلاك تتعاطف مع اللعمه فعلا، واللي هو لا، وهو حتى فاهم لم نفسه الشيله النصابه دي، احنا هنستجدع عشان هو وبتاع، بعدين فاهم نطلع. اول ما اتاخر هتخيل ما انا كنت بفكر في نفس الفكره، قلت لا اكيد مش هيبقى مات بقى والافوره دي هيروحوا في اتجاه تاني، راح في اتجاه تالت خالص. لا ده هرب، وحشوني يا ابني. لا كانت فلتايه جامده جدا. لا وبعدين تستاهل في الاخر الناريشن بتاع بيومي فؤاد في الاخر، لما طلعوا جري كلهم في الاخر بكل عبث. الناريشن لما كان بقى بيجيب كل واحد يشتغل ايه وكده، وبعدين جابوا في الاخر وهو طبال وهي رقاصه اصلا. انت دماغك ايه فاهم. وطبعا الكارير بتاع ايجيبشن كوبرا ربنا يوفقك. عايز اقول لك ان تقريبا نص السينما ما فهمتش بجد. والله في القليلين قوي اللي ضحكوا. انا كان في ضحك، انا اتفشخت انا وكم مثلا حد كده، بس قليلين اللي قفشوا البتاع. لا انا واصحابي ضحكنا. لا هي اتقفشت فشخ. قال لك جبته من على النت. انا جبته من على النت دي لحد ما انا قلت فيسبوك مثلا وبعدين اسمه ايجيبشن كوبرا ابن الذين، وبعدين راح جايب لك الطبق. كنت فاكر هيحط هوت دوج. لا فكرة صايعة ومفيش مش يعني الافكار برضو اللي هو على مش مقيدة قوي، ففي افكار لذيذة اللي هو يعني مع تقريبا كانت الرقابة معصلجة شوية، معرفش في انهي حتة معينة، بس احنا فعلا وحشنا الافلام اللي هي واخدة راحتها شوية واللي هي فيها كلام كده. لا وبعدين هي جريئة في حاجات يعني ماشي يعني ممكن نعديها بالظبط، مش اللي هو سفالة من باب اللي احنا بنسفل مش سفالة وخلاص، مش بنرمي بيها. اصل هو واحد هاجر ومش لاقي شغل ومش عارف يعمل ايه. فايجيبشن الكبرى بقى يعني. لا بعدين بيوصل لك رساله ان هم في الاخر يعني هو محدش فيهم هم هربوا وعملوا اللي هم عايزينه، محدش وصل لحاجه، محدش وصل لحاجه بالظبط. هم الكونسيكونسز يعني هو فكره. انا عجبني ان هو اغلب الناس في الفيلم هم ناس كلهم ولاد كلب زباله، كلهم وحشين فاهم. مفيش فكره ان هو العداله التامه اللي هو كلهم اتمسكوا بقى ورجعوا كده. لا عادي صباح الفل. وبعدين راح ايطاليا برضه في الاخر ما عملوش اللي هم عايزينه يعني، كله بيتمرن. تاني اللي اشتغل بتاع مساج ده تصميم مش فاكر اشتغل. لا بتاع بيومي فؤاد عامل فيها شيف هندي. ايوه راح في البتاع. لا بجد الافكار طاقه كده جامده. ده بقى جيشن كوبرا ده يرجعنا للمشهد الاولاني اللي انا لقطتها بعديها في الاخر اللي هو الراجل اللي كان ويرد قاعد بيدهن ورا الاسمر ده. لا كان مشهد مرعب قوي. انا فهمت فاكره اعلان مثلا او حاجه. اعلان ايه فاهم. ميك سنس. وعجباني الجراءه، عجباني الافكار الطاقه دي والقصه المختلفه بالتمثيل. لا يا جماعه بجد هو فيلم حلو ويتدخل، وانا ما عنديش مانع اخش تاني. كنت اخش تاني الصبح اصلا بس للاسف ما صحيتش. بس لا فيلم حلو ومختلف وعايزين بقى من ده كتير. اتمنى ياخدوا الجراءه ان هم لا احنا نعمل بقى حاجات مختلفه كده، مش بكل همنا احنا عايزين افلام تنجح في السعوديه وتجيب فلوس وكل الكلام ده. يعني نعمل كل شويه فتره فيلم مختلف لذيذ بالجراءه دي، بمخرج شاطر عنده فيجن كويسه ان هو يعمل بيها فيلم بفكره جديده، بدل بقى الهلك ده. يعني احنا خلاص يعني السينما بقى لها كتير قوي واقعه، عايزينها بقى تشد حيلها شويه. لا وبعدين في نقطه بس عشان برضو الاتجاه السينما دلوقتي حاجتين، يا اما نعمل حاجه نحاول نعمل فيها ان احنا جامدين فشخ ونقدر نعمل كذا ومش عارف ايه، هنصور اكشن ونجيب ستانتس وستانت تيم ونجيب مش عارف ايه فايتر ونعمل درون شوتس ونعمل مش عارف ايه. طب فين القصه بالظبط؟ يعني انت عملت كل الاكشن ده، فين القصه؟ انا هتبسط ليه لما اشوف شويه ناس بتضرب بعض؟ غير لو للاسف ان ده هو فعلا بيجيب فلوس. ما ده اللي بيجيب فلوس. ما افلام كوميرشال يا اما كوميدي هلس وخلاص، يا اما اكشن ضرب من غير سبب. ايوه او احنا عايزين نعمل حاجه زي فيلم يوم 13 اللي هو انا عايز ابقى اول حد يعمل تقنيه مش عارف بس هنا على الاقل هنا كان في محاوله، حاولوا يعملوا حاجه مختلفه. بس هي للاسف قلشت بس يعني حاولوا. ايوه يعني انا قصدي ان احنا طب ما هو فوي ده ما استخدمش تقنيات، ما عملش مش عارف ايه، ما عملش اكشن، ما نطش من فوق. حتى العربيات اللي جابها كلها عربيات قديمه عادي. حتى الخطر الموتوسيكل والموتوسيكل واللقطه العباسيه يا اسطى بتاعت اللي هم عادي وسط التخطيط ده كله عادي تاني يوم الصبح عشان العيد كلهم بيتقابلوا بجلابيه بعد صلاه العيد. لا بجد في لقطه عباسيه كده اللي هو هم قاعدين بيخططوا ومش عارف ايه، بس عادي تاني يوم صلاه العيد فانت بجلابيات. ولما صوروا الراجل وهم بيدوا له فلوس عشان يدوا له فلوس اقل. لا بجد والله جامد قوي يا جماعه. يعني اكيد انتوا بتتفرجوا دلوقتي فانتوا شفتوا الفيلم وعجبكم كل اللي احنا قلناه ده، فيعني قولوا لنا رايكم ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفيلم في الكومنتس، واكتر حاجه ضايقتكم في الفيلم، واكتر حاجه ضايقتكم. ومستنيين حاجه تانية قريب، عايزيننا نعمل على فيديو او فيلم تاني مختلف. احنا ما شفناش حاجه عربي تاني
تقريبا السنه دي، بس من غير ما اشوف اقدر اجزم ان ده احسن فيلم عربي نزل السنه دي، ولو مش قبل كده كمان يقولوا لنا في الكومنتس رايكم. وبس يعني لو في حاجه تانية برضه نشوفها. ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب وشير ودعمونا كده يا جماعه. يعني حاجه ممكن نحطها في اول الفيديو. الحمد لله وصلنا 1000 سبسكرايبر. كنا ناسيين. 1000 سبسكرايبر يا جماعه. شكرا على ال 1000 واحد عقبال ال 10000 مشترك. دي الانترو زي ما قال لك كده. شكرا ل1000 مشترك، وشكرا ليكم واحد بجد. ودعمونا اكتر كده ان شاء الله نبقى 10000 يعني يا رب كده. دعمونا كده بالشير واللايكس ان شاء الله. اول لما نتم 2000 مشترك هشغل فيديو. شكرا 2000. شكرا 2000 وشكرا 3 وكل الحاجات دي. بس اشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.